جيب لي ابني علاج، ابني بس ياخد علاج. علاج ايه بس؟ انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم. طيب ينفع تفهميني؟ طب فهميني طيب بس. طب انا عايزك تفهميني معلش. انت شايفه ده علاجه قدامي ومش قادره اجيبه. يعني ده علاجه موجود مش عارفه تجيبيه؟ ده علاجه قدام عيني ومش قادره اجيبه. مريض بمرض نادر، المرض ده بيأثر على حياته كلها. ايه المرض ده بقى؟ وعلاجه هي حقنه واحده بس هي اللي تقدر ترجع له الحياه تاني. علاجه ب 150 مليون جنيه مصري، مش قادره اجيبه لابني. ايه العلاج ده بقى؟ ده علاج جيني، هي حقنه واحده بس جينيه، بس علاجه خارج مصر مش جوه مصر. فتحت لابني حسابات تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي عشان اجمع لابني الفلوس. مش قادره اجمع، مش قادره اجيب لابني حاجه. الناس سايباني ليه؟ سايبيني لحد ابني ما يموت وبعد كده تفتكروني. بعد ابني ما يقعد على كرسي متحرك وبعدين يموت وبعد كده تفتكروا علي. ده طفل وحيد انا جبته بعد 18 سنه حرمان. 18 سنه بدعي ربنا ان يرزقني بطفل. يعني دي جبت بعد 18 سنه والعلاج؟ طب انا ده عايز طفل وحيد معيش غيره. طب استنى بس، انا اسف والله انا ما كنتش عارف. طب بص هو انت يعني العلاج ده ممكن نجيبه؟ العلاج ده ممكن نجيبه بس بفلوس كتيرة مش قادرة أجيبه، وفاتحة له حسابات ومش قادرة أجمع. الفلوس كتيرة ومحدش راضي يقف جنبي، محدش راضي يساعدني. كام حساب طيب؟ علي فيه دلوقتي 16 مليون و500 ألف. نفسي الناس تسمع صوته تقف جنبي. علي بيموت وأنا بموت معاه. طب العلاج كام طيب؟ ما أنا مش عارف. العلاج ب 3 مليون دولار. 3 مليون دولار؟ وأنا متواصلة مع مستشفى في الإمارات وهي بعتلي جواب بالتكلفة. وفاتحه الحسابات تحت شوف وزاره التضامن الاجتماعي. يعني انت معاكي ورق يثبت ان الحقنه دي ب 3 مليون دولار؟ معايا كل حاجه، معايا كل ورق، معاكي دلوقتي ولا في البيت؟ اقول لي حاجه قبل ما تطلعي الورق. انا كل ده بصور بس توريه الورق. مش اتفضل. ده الورق؟ انا كل ده بصور. انت موافقه يعني؟ انا موافقه. ممكن حد يسمع صوت، ممكن حد يحس بيا ولا انا فيه. لا الفيديو هينزل ان شاء الله الناس كلها تسمعك. ده تحليل جين بيثبت ان ابني مريض بالمرض النادر ده، مرض ضمور عضلات دوشين. هو ده بتاعه؟ ده ورقه بتثبت ان هو عنده المرض ده. امسكي علي. طب وانت عرفت ان هو عنده المرض ده من امتى؟ من وعلي عمره سنتين وكنت قاعده على امل. هو عنده كام سنه دلوقتي؟ علي عنده 9 سنين دلوقتي. يعني هو عنده المرض ده من 7 سنين؟ من وهو عنده سنتين وانا يعني قاعده دلوقتي بقالي 7 سنين مستنيه اليوم اللي ابني علاجه يبقى موجود عشان انقذ حياته، لان انا مش هقدر اخلف غيره. هو ده الحاجه الوحيده اللي في حياتي، ده اللي نفسي يفضل في حضني. اهدي بس كده يا جماعه، والله العظيم انا قلبي وجعني ما قادر اتكلم. بدرجاكم اللي اي حد مثلا يشوف الفيديو ده لو مش هتقدر تساعد شيره. يعني انت شايف الحاله اهو. احنا لازم نحط نفسنا مكان الناس. يعني انت بتتفرج دلوقتي ومش حاسس الواقع. يا جماعه اي حد بيتفرج لو مش هيقدر يساعد يشير الفيديو بس عشان يوصل لغيرك، عشان غيرك اللي يقدر يساعد. احنا 120 مليون، يعني لو كل واحد دفع 50 جنيه ولا 100 جنيه خلصت. ومش هتأثر معاك في حاجه، بس هتنقذ طفل واقف مامته بقالها كام سنه بتقول يعني عشان تخلفي؟ 18 سنه. 18 سنه عشان تخلف، وهو بقاله 7 سنين تعبان. فيا جماعه انا بترجى اي حد يتفرج على الفيديو ده يا ريت يشيره. لو هو مش هيقدر يساعد، ولو هيقدر يساعد انا هحط لكم الحساب بتاعه ورقم مامته كمان، هو رقم مامته دي عشان تقدروا تواصلوا معاها. يعني هو للتاكيد اهو. صح يا ست الكل؟ ايوه. احط رقمك عادي؟ حط رقمك. ومعاكي حساب ليه؟ هحط لكم الحساب بتاعها وكل حاجه وانتوا بقى، احنا شعب مصري بقى. انا عارف اللي هيحصل بعد الفيديو. اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. حساب علي فيه 16 مليون ونص دلوقتي. يعني انت جمعتي 16 مليون ونص؟ ما شاء الله يا جماعه. هو ده شعب مصر والله فعلا. وان شاء الله هنكمل بقيه المبلغ وعلى هياخد الحقنه، وان شاء الله هيروق وهيفوق كده، لان احنا مصريين فاحنا معروفين ان احنا بنقف جنب بعض. صح يا ام علي ولا انت ما عندكش امل؟ لا عندي امل في ربنا كبير، اللي حرمني منه العمر ده كله هيسخر للي يقف جنبي. طب انا بس معاه مايك، ينفع بس اديلي علي ثانيه واحده؟ انا بس عايزه اقول لهم حاجه. اليوم اللي بيعدي فيه خطوره على حياه علي. علي لو قعد على كرسي متحرك خلاص العلاج مش هيجيب معاه النتيجه. طب المرض اللي عنده اسمه ضمور عضلات. هو المفروض ياخد الحقنه دي قبل امتى؟ العلاج لازم يتاخد وهو بيمشي. انا ما اعرفش هيقعد امتى. الاول العلاج بيتاخد من عمر 4 سنين لحد ما طول الطفل ما بيمشي. علي دلوقتي عنده 9 سنين. انا مش عارف ممكن ابني يقعد في اي وقت. انقذوا علي قبل ما يضيع مني.
علي. علي لو ضاع عليه كمان هضيع. انتوا بتنقذوش علي بس، انتوا بتنقذوا ام قلبها بيموت كل يوم على ابنها. اهدى قلبها محروق على ابنها. ماما اهدى بس. طب طب ينفع بس اتكلم مع علي؟ بص يا علي، ده مايك، ينفع تمسكه وتقول نفسك في ايه؟ قول اللي نفسك فيه يا علي. نفسي اخف وماما ما تعيطش تاني. يعني انت نفسك ماما ما تعيطش؟ اه. وتخف؟ اه. طب عايز تطلب ايه من الناس طيب اللي بتتفرج علينا دلوقتي؟ في ناس كتير قوي بتتفرج عليك دلوقتي يا علي، خلي بالك وحباك، يعني ما تفكرش ان الحوار سهل. انت عايز تقول ايه للناس؟ انقذوني عشان افضل في حضن ماما واجري والعب زي الاطفال. يعني انت عايز تيجي تلعب مع اصحابك؟ يا جماعه وقسما بالله انا قلبي وجعني، ما قادر اكمل الفيديو. اي حد بيتفرج على الفيديو ده لازم ينقذ الطفل ده، واحنا شعب مصر يا جدعان، وان شاء الله احنا قدها. يا جدعان لازم علي برضه زي ما هو قال كده نفسه، هو حلم بسيط، يعني هو طفل زي بقيه الاطفال، ده ما عندوش النعمه دي يا جدعان، وده حاجه بتاعت ربنا، واحنا حمد ربنا طبعا، وزمانهم معانا دلوقتي حمد ربنا. الحمد لله. بس يا جدعان بقى يا ريت اي حد يتفرج على الفيديو ده، علي حلم بسيط، علي بس نفسه يلعب مع اصحابه يبقى في حضن مامته. فيا جدعان اي حد يشوف الفيديو ده، لو يا جدعان لو بتحبوا ربنا، اللي مش عارف يساعد يشير بس. ينفع زي الفيديو ده يا ام علي؟ طبعا يمكن حد يساعدني، يمكن الناس اللي قلوبها رحيمه تشوفني وتساعدني ان انقذ ابني. ماشي يا ام علي، سلام. سلام.